السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عملت طريقة جميلة وجديدة وسهلة وبسيطة خالص. من جمالها ومن طعمتها هتعشقوها وهتعملوها على طول. الشيش طاووق يا جماعة عملته بطريقة تحفة في الجريلا او في الطاسة. لا هنستعمل بقى اسياخ ولا اي حاجة، احنا هنعمله النهاردة بسهولة وبطريقة تحفة. وهنقدمه كمان مع رز بسمتي او زي ما انا عاملة كده، حول اللسان العصفور حولته الى رز بسمتي. كنت عاملاه فيديو قبل كده وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. طعمها رائع، حاجة كده خيالي. هتعشقوها والله الطريقة دي يا جماعة، من جمالها ومن طعمتها هتعتمدوها على طول. تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة انا معايا صدرين من الفراخ ومعايا ورك. يعني ايه، لو عايزة تستعملي فرخة كاملة براحتك خالص. فانا استعملت في الطريقة دي صدرين اتنين من صدرين الفراخ يعني، وورك واحد حطيته معاه. ممكن تستعملوها كلها او راك. خدتها كده وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة. بكون غسلها الاول بالليمون وبالملح وبنضفة الحاجات دي كلها كذا مرة تحت المية. قطعت كل الكمية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنبدأ بقى نعمل ايه، هنتبل الفراخ بتاعتنا مع بعض. اول حاجة انا معايا صوص صويا. حطيت حوالي عن 3 معالق من الصوص صويا. ونزلت برضو بفلفل اسود معلقة صغيرة. وهنزل ببهارات فراخ برضو معلقة صغيرة. وجنزبيل برضو بودرة حطيت معلقة صغيرة، وملح برضو معلقة كبيرة كده. علشان ايه؟ نملحها حلو يعني. قلبت كل ده مع بعضه كده، التوابل مع الفراخ. وهنزل برضو بعصير ليمونة واحدة. ونزلت يا جماعة برضو لان الكاميرا فصلت مني وانا بحط معلقة التوم. معلقة توم مفروم حطيتها مع الفراخ برضو في التتبيلة. كل ده بقى حطيتها حوالي عن ساعة بالظبط او ساعتين على الاقل في التلاجة. هي مش بتحتاج يعني ايه تتبليها كتير، وقت كتير. جبت الفلفل بتاعي بقى حوالي عن 3 4 قرون من الفلفل. احمر اخضر براحتك، انت بقى عندك الوان حطي برضو اللي انت عاوزاه. كان عندي احمر واخضر كده، قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الى مربعات صغيره كده. والطماطم برضو حوالي عن 4 طماطمات، اللي الكميه اللي انت عاوزاها برضو. قطعتها الى مكعبات صغيره برضو بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. عملت كل الكميه كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. برضو حوالي عن شويه بصل كده، حوالي عن 5 6 بصلات. الكميه برضو اللي انت عاوزاها. عاوزة تكتري في الخضار كتري، بيخلي الشيش طاووق بيبقى بيوديه في حتة تانية، بيبقى طعمه جميل. قطعته الى برضو مربعات صغيرة كده او مكعبات صغيرة كده بالطريقة دي. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يبقى احنا كده خلصنا الخضار بتاعنا، قطعناه كلته وبقى جاهز معانا. الفلفل والطماطم والبصل. هنقلب كل ده بقى مع بعضه كده يندمج مع بعضه عشان يبقى جاهز معانا. في المرحلة دي بقى احنا كنا سايبين الفراخ بتتبل معانا بقالها ساعة او ساعتين على الاقل. جبت الجريلا بتاعتي، نزلت بمعلقتين كبار من السمنة او الزبدة المتاح عندك. سبتها لحد ما سخنت خالص، والجريلا سخنت خالص على اعلى نار. بعد كده بقى بدل الفراخ بتاعتي صدمة كده بالطريقة اللي انت شايفينها دي، عشان يعني ما تنزلش مية كتير. نحاول اللي احنا منقلبش فيها كتير، ونسيبها كده تتشمع معانا كده لحد ما ايه، تاخد لون وتبدأي تقلبي كده تقلبتين او 3 كده مع بعض لحد ما تبدأ تجف شوية من المية. ونبدأ نحط الخضار بتاعنا بقى يشرب من كل التتبيلة ويشرب من كل حاجة. الخضار بتاعنا ده يا جماعة يعني بيبقى حاجة تانية.
طعمه بيبقى خرافة، بياخد من التتبيلة بتاعة الشيش طاووق جميلة، طعمه حلو قوي. قلبت الخضار كده حلو مع الفراخ، وهسيبها بقى كده لحد ما تستوي خالص، الفراخ بتاعتي تستوي والخضار برضو يستوي معايا، كل حاجة تستوي كده معايا. كده بقت جاهزة معايا، سبتها شوية كده على النار لحد ما بقت بالشكل الجميل ده. كل حاجة استوت معايا وبقت جميلة، وريحتها قلب البيت كله. هتعتمدوا الطريقة دي يا جماعة والله من كتر جمالها. وده الرز اللي انا كنت عاملاه قبل كده بفيديو قبل كده، اللي حولت لسان العصفور الى رز بسمتي، عملته بطريقة تحفة. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. قدمت كده الشيش طاووق بتاعي، قدمته على الرز كده بتاعي، وبألف هنا وشفا ليا وليكم بالجمال والحلويات دي، حاجة كده خرافة. هتعتمدوا الطريقة من كتر جمالها، وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الجمال ده. اللي هتجربها هتكتب لي وتقول لي ايه رأيك في الجمال والحلويات دي. ما شاء الله يا جماعة، تحفة. لايك وشير لو عجبك الفيديو.